السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات كتاب المعاصر إنجليزي أولى إعدادي، صفحة 242 و243 و245 و246. يا ريت يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله. والحاجة بيقول لك choose the correct answer from A B C or D. نمبر 1 بيقول لك هنا he is a great poet. هو بيكون شاعر عظيم. he writes، هو بيكتب ايه؟ هتقول له ايه؟ بومس اللي هو قصائد. طيب بيقول لك our planet اللي هو our planet اللي هو كوكبنا become أصبح hotter يعني أكثر حرارة and ايه and wetter أكثر رطوبة in summer في الصيف. people لا paper اللي هو الورق is هتقول له recyclable اللي هو الورق بيكون قابل لإعادة التدوير we can use it again نستطيع ان احنا نستخدمه مرة أخرى. هنا بيقول لك اللي هو poet اللي هو الشاعر is the person بيكون الشخص who writes poems اللي هو بيكتب القصائد. طيب رقم 5 بيقول لك how many كم عدد strings does the poem consist of تتكون منها. طيب بيقول لك هنا to be more eco-friendly عشان تكون أكثر صداقة للبيئة I decided to make some هتقوله some changes أنا قررت أن أعمل بعض التغييرات in my life في حياتي. it's important منه من الهام to reuse ان انت تعيد استخدام the earth resource مصادر الارض. حلنا صفحة 242 ننتقل ل 243. احمد شوقي is a famous هتقول له ايه؟ poet اللي هو شاعر. who wrote هو بيكتب many famous poems وبيكتب العديد من القصائد المشهورة. turn off هتقول له ذا تاب اغلق الحنفية to save water عشان توفر المية وتحافظ على المية. don't throw لا تلقي trash اللي هي القمامة in streets في الشوارع. try to recycle it حاول ان انت تعيد استخدامها. طيب رقم 11 I saw دوكومنتري اللي هو انا شفت انا رأيت او انا شاهدت فيلم وثائقي ان تي في التلفزيون about how to save energy ازاي توفر الطاقة او تحافظ على الطاقة. رقم 12 بيقول لك ذا worth اللي هي الحاجة اللي هي ذات قيمة او شأن يا شباب. بيقول لك of something is the whole of it بيكون لها قيمة. to take after something عشان تاخد شيء ما. to take هتقول له care ان انت تعتني بيه of it. طيب رقم 14 human activities اللي هي نشاطات البشر have agreed هتقول له effect لها تأثير عظيم on the environment على البيئة. رقم 15 السويتش بتاخد معاه اوف يا شباب. سويتش اوف يعني اغلق ذا تيتش ديفايسز when you don't use it عندما اغلق الاجهزه اللي انت مش هتحتاجها لو انت مش بتستخدمها. ايرث الارض is the planet الارض بتكون كوكب we live on احنا بنعيش عليه. حلنا صفحه 243 ننتقل الى صفحه 245. بيقول لك هنا I decided to أنا قررت make some change أعمل تغييرات but لا بص يا شباب هنا التدريبات على because و but و and و off. طيب أنا قررت إن أعمل بعض التغييرات. بيقول لك إيه I want to eco friend عشان أنا أريد إن أنا أكون صديق للبيئة because لأن أكون صديق للبيئة. I switch off my laptop أنا أغلقت اللابتوب بتاعي and my games والألعاب console اللي هي وحدة تحكم الألعاب when I am not using them يبقى and انت بتربط بين جملتين انت and I bought my trash أنا وضعت القمامة in the recycle bin اللي هي حاويات إعادة التدوير because I understand it importance عشان أنا فاهم لان انا فاهم ده كويس ان ده هام. طيب بيقول لك I switch off all touch device انا اغلقت كل الاجهزه because لان I know لان طب بص لما قال لك I know هتاخد على طول because I know لان انا بيبرر لك الجمله الاولى لان انا عارف ذات this save energy لان ده بيحمي ايه الطاقه. ودي برضو قال لك لان انا فاهم ان دي مهمه يبقى بيكوز. طيب بيقول لك هنا ذا موفيز اللي هو ذا موفي اللي هو الفيلم was funny كان مضحك وكان ممتع but لكن it had a sad ending لان هو كان ليه نهايه حزينه. يعني ايه جملتين يعني متناقضتين. ازاي الفيلم كان حلو ومضحك وسعيد وازاي في نفس الوقت كان ليه نهايه سيئه او نهايه حزينه. هتاخد بط. هنا بيقول لك ما she stayed هي بقت she stayed home هي بقت في المنزل because she was feeling لانها كانت بتشعر بالتعب. هنا صفحه 245 ننتقل لصفحه 246. بيقول لك she baked a cake هي بتعد الكيك and decorating it وبتزينه with chocolate chips بالشوكولات شيبس. she bought a new laptop هو اشترى لابتوب جديد. هتقول له but لكن it broken down انه حطمه after a week بعد اسبوع.
هي بيقولك she exercise، هي بتتمرن very hard بجد because she wanted to win a gold medal، عشان هي عايزة تفوز بالميدالية الذهبية. our family packed، بيحزموا their sweet cases اللي هي الحقائب بتاعتهم and went for the trip، عشان ايه هنذهب في ايه لرحلة. رقم 2 بيقولك complete the sentence، صحح الكلمات اللي بين الجمل. بيقولك هنا my mom had هيت ستروك، عندها صداع، لذلك she stayed in bed for 30 يوم، هي بقت في السرير لمدة 30 يوم. ممكن تاخد لذلك أو and، وبقت نتيجة إن هي تعبانة وبقت في السرير. طب بيقولك I turn off electric، أنا بغلق الأجهزة الكهربائية before I go to، قبل ما أذهب، أو I go out، أذهب بالخارج because I know، لأن أنا عارف. قالك I know أهي بتتكرر كتير because I know that this save energy، لأن ده بيحمي الطاقة أو بيوفر الطاقة. air condition اللي هو air conditioning اللي هي مكيف الهواء because electric، لأنه device use a lot of electric، لأنه بيستهلك كتير من الكهرباء. بيقولك they were poor، هم كانوا فقراء، but لكن they were generous and happy، هم سعداء. طيب she studied hard، هي بتذاكر بجد because she wanted to be a vet، عشان تصبح دكتورة بيطرية. he called ride a bike but he couldn't swim، هو بيركب دراجة، هو يستطيع ان هو يركب الدراجة لكن ما يقدرش ان هو يعوم. she bought، هي اشترت a present هدية because it was her mother birthday، لان كان عيد ميلاد مامتها. we need to hurry، احنا بنحتاج ان احنا نسرع because we are late، لان احنا اتأخرنا. she wrote a poem، هي بتكتب قصائد and shared it، وبتشيرها او بتشاركها with her friends، مع اصدقائها. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، حلنا مع بعض تدريبات كتاب المعاصر، وصلنا لحد 246. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.